كانوا واحد من عندهم رائد ابو فتيان الشعراء، واحد قطر، واحد العراق، وعمار الكوفي الفنان المبدع العراقي. ثلاثتهم سألوني أكثر من مرة: أبو شاهين شنو توقعاتك على بطولة العراق واليابان؟ وأنا قلت لكم الكأس خليجي إن شاء الله، ما طول حاط إيدي بالموضوع. وراح أحكي لكم أحد الصناديق السود اللي ساهم بيها أبو شاهين. من تسأل نفسك اليوم الظهر أبو شاهين ليش ما فاتح لايف؟ ما سألت نفسك ليش؟ أبو شاهين اليوم قبل لا تبدي اللعبة من البارحة بالليل، من سديت اللايف من ناصر لحد ما النتيجة طلعت 2-1 ونزلت دمعتي، يلا فكيت من السنيب شات. كنا على اتصال اني وأودن الهندي اللي جده يصير يعني ماخذيها وراثة أبا عن جد، الفلح مال الملعب الموجود بقطر، واللي يعرفون أسرار الملعب والثيلة والمكانات اللي لازم تنصب بيها، الكمبريسرات اللي جابها أبو شاهين خادم المظلومين 469 من الهند. شباب أنا اطيت النتيجة لي قدام لأن أعرف النتيجة. يعني أول نقطة أنوه عليها من سئلون المشاهير النتيجة، من قلت لهم 2-1 أنا أعرف بيها. 1 2 أنا زعلان لأن يشكون بقدراتي. 3 توفيق، أولا التوفيق الرب العالمين، زائدا الشعب هذا الحزين اللي يستاهل الفرحة ودعاء الشعب. وآخر شيء تقدر تخليها أنت بكيفك إنه أبو شاهين ساهم، ولكن أبو شاهين إذا ساهم ترى ساهم ب4 دفاتر ونص. أولا حجزت على الخطوط الجوية الهندية ما لقيت حجز. تواصلت ويا جماعة هنا موجودين بألمانيا، اكو واحد اسمه ايمون حبيبي سيف رحم الله والديك. تواصلت ويا شخص اسمه ايمون. الحاصل حكيت وياه قلت له ايمون هاي القصة. قال ابو شاهين تدور عليها والطابة بملعبك؟ قلت له شكو؟ قال انت نسيت ايام ال85، نسيت الخطة اللي سويتها بسنة 1985؟ قلت له يا خطة؟ قال خطة الكمبريسرات اللي انطلق من عندها مو جديدة، الكلة على احمد راضي. وهاي القصة اكو شخص له ايد بالموضوع اللي هو مارد بغداد ابو مريم، تحياتنا له. الحاصل شباب جيب اللي تيجي تسأل على ايمن حسين. ايمن حسين انا اتذكر بذاك الوقت من كنت انا رئيس لجنة الرياضة والشباب، انا ذاك كنت امر اشوف المواهب، كنت اشوف ايمن من يطفر كانت الطفرة مالته عالية، وانا مدربه من ذاك اليوم على هذا اليوم. لان انت تعرف جهاز الميمخا ياخذ شخص من الصغر يتنبأ له مستقبلا على مود يخدم وطنه. هذا الاسلوب اللي يمشي به جهاز الميمخا. الحاصل انا من ذاك اليوم كنت معين، اذا تنتبه ايمن حسين اليوم الطفرة مالته زادت عن المتر 2.5 الى 3 مترات، اللي هي فاقت الطفرة اللي طفرها كريستيانو رونالدو. 1 2 شنو سبب الطفرة؟ سبب الطفرة اتفقت ويا اودن عند واحد بالهند قرابته اسمه ايمون. ايمون طلب من عنده 4 دفاتر وشوية، قال بس اريد اضرب الكمبريسرات اللي انا كنت ضامهن بالهند بولاية كالنتاكا. انا ذاك نفسهن اللي نفذ عليهن رحمة الله على روحه اللاعب احمد راضي. وانطلق من ذاك اليوم المثل اللي يقول مو جديد الكلة على احمد راضي. الطفرة مالته كانت 4 مترات. فايمون قال لي الكمبريسرات يرادلهن نضربهن جريز ابو شاهين ونشحنهن من الهند لقطر. زائدا ايمون قال اكو واحد قرابتنا بالملعب فلاح يقول البهارات اللي موجوده بسوق واقف بقطر مو نفس الجوده اللي موجوده بالهند. قلت له امرني. قال اريدك تدز ويا الكمبريسرات اللي راح يدهنهن ايمون جريز وتنصب بالملعب عن طريق اودن وقرابته فد 4 اكياسه فلفل حار وجوزة بوا، يعني طلب هواي بهارات، كركم، كوري، كاري. قال ذني هم دزهن بطريقك على مود. قالوا انا راح اتواصل وياك عن طريق السنيب شات. انا اليوم العالم تباوع على اللعبه على المباشر، وانا بس انتظر شو وقت ايمن حسين لين وجهها اودن. قال لا لازم انت تروح يم الكمبريسرات اللي نصبهن عن طريق هذا اللاعب، رشيناه
ب5 كيلوات بهارات، وهو حفر المكان اللي ضرب من عنده كله ايمن حسين وخلى الكمبريسرات اللي وصلن من الهند. اما الواحد فهو هدف الشرف اللي طلبه من عندي رئيس الاتحاد الياباني، قال بس الخاطر الكورونا والكراون والداتسن ام محديبه وراس الثور والارنب نريد من عندك ولو نجيب هدف الشرف. قال واحنا بيناتنا اكل مشترك. قلت له شنو هو؟ قال بيناتنا احنا نضرب سوشي وانتم تضربون سمك مزقوف. قلت له خلص، لذلك انتصر السمك المزقوف على السوشي، وندل على شيء يدل على شيء معين، ان العراق جبل ما حد يقدر ينطحه. ونسمع وياكم هاي الاغنيه وتحياتنا المارد بغداد من اخو ابو شاهين خادم المظلومين 469 ابو مريم حبيب قلبي، وشكرا على لمساتك الجميله بهاي القصه والتعاون المشترك. كفو يا ابطال. كفو يا ابطال. النون عافية يونس، عافية يا شباب. كفو يا أبطال، كفو يا مبدعين، كفو يا فنانين. فنانين بلعبكم اليوم، فنانين وعازفين ومبدعين وأبطال، ويعجز اللسان عن أي لقب أنعتكم به. كفو من عندكم. الو الو الو، هلا هلا شباب. شباب بس شوي ارجع ادري بيك فرحان بفوز المنتخب، ارجع مو صارت هوسه. احلى لؤي. والله دمعتي نزلت اليوم يا شباب، وانا جدا يعني من الصعوبة تنزل دمعتي، من الصعوبة تنزل دمعتي، من الصعوبة تنزل دمعتي. من الصعوبة تنزل دمعتي يا شباب. هاي ما جيل الطيبين شباب. واحلى صوت بيه من عيون الشباب مناسبة فوز المنتخب.
شباب انا قاعد اسوي مسلسلة على رمضان اسمها ان شاء الله تبدأ برمضان الساعة ب3 الظهر. اسم المسلسلة عالم ابو شاهين. المسلسلة راح تنطلق من الجراج. الشخصيات اللي ممثلة بالمسلسلة صبحي الاقرع اللي هو خالد، وحويدر ابو جمرة اللي هو حيدر ابو الجراج، ونواف اللي هو غزوان ابو مهرة. تحياتنا له. بس محضرين له شنقال شلون راح نعلقه بالزناجيل. وعندنا بعد واحد اسمه ما اريد اذكر اسمه بالمسلسل لان هذا راح ينذب بالبلوعة مال الدهن، عرفت شلون؟ فالمسلسل عبارة عن يومية حلقة مدة 10 دقائق، يعني فيلم قصير تقدر تقول. تجديد لمسلسل عالم الست وهيبة. راح يطلق هاي المسلسلة ابو شاهين اخوكم الفنان ابو شاهين. انا اريد اسمي نفسي الفنان ابو شاهين، خادم المظلومين 469. المخرج والسيناريو والحوار كله راح يكون بإدارة ابو شاهين ان شاء الله. بدت الكواليس المسلسل من اليوم. انا نزلت لكم يعني مقتطفات من عندها. وهاي المسلسلة ان دلت على شيء فتدل فقط على شيء معين اللي هو رسم الابتسامة بوجه المواطن البسيط. نعم شباب. ناصر ما فاتح يا شباب والله، يعني جيب ناصر ما فاتح. ناصر ما فاتح يا حبيب قلبي انت. والشباب الباقين اذا تصعد الصعدة رأسا يريد يلعب، رأسا يريد يلعب وافتح جولة وذب الدبل ورجع الدراجة. وانا صراحة اريد اسولف واضحك، عرفت شلون؟ اريد اسولف واضحك يا شباب. اني ما احب العب هواي جولات، واكو هواي هنا شباب يلعبون جولات يجي عندي باللايف يشمر هاي الاقنعة مال الخنزير، يعني حرام ضحاك مثل ما تقول. شباب احب ابشركم طبعا، اريد انوه متابعة الحسابات الا وهي حساب التليجرام قاعة الخلد. هذا باوع له، سوي له سكرين شوت اخذ له صورة. هذا الحساب تابع لابو شاهين بإدارة علي الكاتب وليد الكعبي. والاسواق البضاعة الاوروبية مال لؤي شوب للبضاعة الاوروبية. هذا شباب هم سوي له سكرين شوت. هذا هم موجود سيف سعد، شهداء سيف سعد هذا الاسم. باوع له شباب، ما اقدر اخليه هواي باللايف على مود ارشادات المجتمع، رأسا اخذ له صورة. كربلاء شهداء سيف سعد. وهاي الصفحة موجودة على الفيسبوك، لؤي شوب للبضاعة الألمانية والأوروبية. العنوان كربلاء بداية سوق شهداء سيف سعد مقابل مطعم علي الحمداني. عندهم خصم عن طريق أبو شاهين. وهاي الصفحة مالتهم على التيك توك هم بعد، سوي لها سكرين شوت صورة على السريع. نعم، عبارة عن سوق ألماني مصغر يشمل كوزمتيك، عطور، هدايا، ساعات، ملابس، أحذية، جنط، مكملات غذائية طبيعية وفيتامينات. وبضاعتهم كلها من ألمانيا أورجينال، ما بيها لا يمنى ولا يسرى، مختومة وموقع عليها بالقلم الأخضر. صفحات أبو شاهين على الفيسبوك. صفحة الفيس هاي يا شباب لا تروح على ذيك الصفحة وتكتب للرجال ها انت أبو شاهين. أنا جا أقول لك هاي صفحتي، اخذ لها صورة باعلها، هاي صفحتي شباب. نعم، ما اقدر اخليها هواي باللايف على مود ارشادات المجتمع. علامة الزائد سويها صح يا شباب. الانستغرام مالتي هذا الانستغرام اللي تابع لابو شاهين خادم المظلومين 469. نرجو المتابعة من الجميع شباب. هذا البي 79,000 ابو العلامة الزرقاء يا شباب. اما بخصوص هذا الانستغرام الثاني اللي واحد مسمى نفسه ابو شاهين، هذا ما تابع لي، انا مقيد الحساب تقريبا. هذا البي هذا عايش بالسويد ودزيت الصفحة مالته للامن الوطني. رجاء لازم تصور اللايف وتنزلها تعممها. هذا عايش بالسويد، حاط رقمه ودزيت الصفحة مالته للامن الوطني، وراح اشتكي عليه هنا بالمانيا باوروبا انتحال صفة، وان شاء الله راح ياخذ جزاءه. ندل على شيء فيدل بس على النصب والاحتيال، وكاتب للاعلانات يعني بكل عين وكحه.
فهاي الصفحة ما تابعة لي، صفحتي هذيك اللي طلعتها شباب. فأي واحد داخل يسوي إعلان يتحمل مسؤولية نفسه. أنا هاي صفحتي يا شباب، بعلها هاي صفحتي بيها 80,000 متابعات. ما جت تجي بالبايو موجود اليوتيوب والسنيب شات موجود بالرابط يا شباب. هاي فقط الحسابات اللي تابعة لأبو شاهين خادم المظلومين 469، زائد الحسابات اللي موجودة بقاعة الخلد واللي أنا منزلها بثالث فيديو موجود عندي. وليد الكعبي وعلي الكاتب. وليد الكعبي مختص بالإعلانات، وعلي الكاتب مختص بالسيناريو والحوار والقصص والإعلام. الشباب اثنيناتهم مهندسين، تحياتي لهم، تحياتي للجميع. نرجو المتابعة من الجميع بدون أمر عليكم شباب. واليوم بمناسبة المنتخب الوطني إن شاء الله لازم أبو شاهين، إن شاء الله أبو شاهين يرجع للبيت حسابه داخل للمليونين. فنطلب همتكم يا أبطال، مشاركات بس أزرق دزل لأي واحد تعرفه كود يطب على 700 800 ألف مشاركة، نطب على المليونين إن شاء الله، يعني في فترة قصيرة إن شاء الله. تحياتي لكم. والمسلسل الحلقات المسلسل راح الكواليس تنزل على التيك توك، والحلقات تنزل على قناة اليوتيوب. والسونة رحم الله والديك يا غالية، ربي يحفظك. نعم شباب، السنيب شات هذا مالتي مثل ما وعدتكم بي موجود. وننتظر الشباب، فهد حبيب قلبي ننتظر الشباب بس يفتح لايف نصعد. هسه راح نتصل عليهم نعطينا مجال. عافية شباب، ادخل على التليجرام، على التليجرام هناك نصعد مكالمات وسوالف وضحك واجواء تخبل. كفو يا شباب، التليجرام وصله على 10,000، وصله على 10. بلانا جاي يرقص اليوم بمناسبة المنتخب الوطني، جاي يرقص. خلنا نتصل على باسم رحيمة نصعد شوية ويا بلانا، جولة ثنائية سوالف وضحك. ما نريد جولة رباعية رجاء يا شباب، رجاء بدون أمر عليكم، ما يزعجنا غير الجولة الرباعية. نعم. تحية حب واحترام النقيب كرار جوازات كربلاء. نعم، تحية النقيب كرار وإن شاء الله رتبة رائد. من أبو شاهين كالس روة النقيب كرار جوازات كربلاء. تحية للشاعر المبدع سعد عذاب اليساري. تحية المقدم حكمة. تحية العميد صلاح. ربي يحفظكم إن شاء الله يا أبطال يا أسود العراق. تحية حب واحترام لكل الموجودين، طبتم وطاب مساءكم بكل فرح وسرور. نرجع لفقرة موال مننا لما يجينا واحد من الشباب زين قاعد يمه ما أعرف يعني الذب من هاي الخنازير. روح افتح لايفك واسترزق، أنا ما قايل لك يعني ما مشوشر عليك. أنا لايفي أفتح الظهر من الوحدة حد الساعة ب3 بتوقيت ألمانيا، ومن الساعة ب2 من الساعة ب3 لل5 بتوقيت العراق، وبتوقيت واللايف الليلي من الساعة ب10 بالليل ل12 توقيت ألمانيا، تضيف عليها ساعتين توقيت العراق. وطول النهار كله إلك، طول النهار أنت افتح لايف شتي تسوي سوي. أنا مو يمك، هذا لايف وهاي المحبة من رب العالمين. هاي الناس اللي موجودين هنا ندل على شيء فيدل على شيء معين، محبتهم لأبو شاهين وملتمين يمه. إذا ما أجوا يمك أنا شنو ذنبي يا ابن عمي يا قرابتي؟ شنو ذنبي أنا إذا ما أجوا يمك الناس؟ هي محبة من الله، هي قوة يعني. قاعد وساد لايفك وقاعد يم تباوع وتحسب. عجيب عجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون على الأسف. شباب هاي المسلسل اللي راح نمثلها لقطات من قراج حويدر، لقطات من قراج حويدر اسم المسلسل. اسم المسلسل أبو شاهين، عالم أبو شاهين. والست وهيبة راح تكون يعني وحدة هنا بألمانيا. الست ليزا ألمانية كبيرة بالعمر، عرفت شلون؟ هي اللي راح تكون يعني ألمان، اتفقت وياه راح يمثل هو وعائلته. راح تكون مسلسلة جميلة إن شاء الله.
تكبيس نار يا شباب. مصممين تحية حب واحترام لكل المصممين، الايد الضارب ولا ابو شاهين، الله يحفظكم وما تقصرون ورحم الله والديكم. كل المصممين المبدعين الموجودين بالجروب والموجودين بالبرنامج. شباب على هاي الاغنية ان شاء الله تكبيس نار. اريد اشوف بس قلوب وشير. تكبيس نار شباب. شيخه نورت شيخه. هلا ابو شاهين. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. شلونك عيوني؟ اخبارك؟ الف مبروك فوز المنتخب الوطني.